وكيبدا الفيلم ديالنا مع هاد الفرمليه اللي كانت سميتها كوين، وهي خدامه في خدمتها حتى دخلت لواحد البيت عند واحد المراه كبيره في العمر، وقطعت ليها الاكسجين وبقات كتسنى حتى وقف ليها القلب. ومن بعد خرجت كتجري وكتعيط على الطبيبه باش تجي. فعلا جات الطبيبه اللي كان سميتها كلير مع الفرمليات الاخرين، وداروا للسيده الانعاش حتى رجعوا ليها دقات القلب ورجعات من الموت. وهادشي كامل كانت كوين واقفه، وكان البرود كيبان في عينيها وما عندها حتى شي ذره ديال الاحساس. وكلير اللي كانت هي الطبيبه لاحظت هاد البرود هذا. ومن بعد مده كنشوفوا تود هو ومراته ميرا كيوجدوا الفطور حتى جا عندهم ولدهم ماكس اللي كان مريض واحد المرض خايب وصعيب بزاف العضلات ديالو. نزل يفطر معاهم، ومن بعد حنا كنشوفوا لالا كوين وهي داخله وعنقات ماكس لحقاش كانت هي الفرميليه ديالو اللي كانت مقابله. ما كان صحابهم هضره واحد البسيكوبات عندهم في الدار، وكان باين متعلق بها بزاف. جلسوا كاملين كيفطروا وفجاه تهرس العكاز ديال ماكس. هو جالس وكان غادي يطيح كون ما شداتوش كوين، وعدلات ليه هذاك العكاز علاش كان كيعكز. من بعد ما سالاو الفطور خدات كوين ماكس، ومني كانت غاده بقات كتشوف ميرا وهي كتضحك مع راجلها، وكانت باينه حاسدهم على هاد العلاقه اللي كانوا كيعيشوها. من بعد شويه جات صاحبه ميرا اللي سميتها كارين وجلسوا كيهضروا. هنايا كوين كانت كتصنص عليهم، وسمعت كارين كتقول لميرا بلي ما مرتاحش هاد الفرمليه وما كتدخلش الخاطر وعينيها فيهم الدخل. فجاه سمعوا صوت ماكس هو كيهود، فاش خرجوا كيجريو لقاوه طايح في الجرده والعكاز ديالو مهرس. ديك الساعات ميرا تعصبت على كوين، ولكن كوين كانت واحد الشخصيه عندها قويه ودفعت على راسها وقالت ليها بلي ماشي هي السبب. وفي الليل كوين طلبات ميرا بلي هي اللي غادي طيب ليهم العشاء اليوم حيت باين عليها عيانه، وبقات كتهضر معاها حتى خلاتها توافق. قالت ليها غير ارتاحي وانا غادي نصوب لك كاس نتاع اتاي اللي كيعجبك. وفي النهار الثاني ملي دخلت ميرا للدار لقات كوين كاسنها قدام الباب بكاس ديال اتاي. هاد اتاي هو اللي يبدل ليها حياتها كلها، غير شرباتو ونسات بلا ما تحس. وفي هاد الوقيته هادي جات طبيبه كلير اللي كانت خدامه مع كوين اللي كنا شفناها في الاول ديال الفيلم. حلات ليها الباب كوين، ولكن كلير ما عرفاتهاش. جات وجابت معاها عكازات جداد لماكس وبغات تطلع لعنده، ولكن كوين حبساتها وقالت ليها بلي راه ناعس. عطاتها دوك العكاكس وقالت ليها بلي تعطيهم ليه منين يفيق. ومنين كانت خارجه قالت لكوين ما عرفت فين شفتك من قبل، ولكن كوين نكرات وقالت لها راه غير تشابهت لك يمكن مع شي وحده. وفي الليل مشات كوين لعند الدار ديال كلير، دخلتها للدار وما سحابهاش هذه اللي غادي تصفيها ليها، وقالت لها انا هي الفرمليه اللي كنت ناويه نقتل ديك الشارفه في السبيطار ولكن انت اللي اعتقتيها. ومن بعد فاش دارت ضربت ليها واحد الابره ديال السم في دراعها. وهنا كلير وهي كتموت سولتها علاش كدير هذا الشيء هذا، وكوين ردت عليها بواحد البرود باللي كتستمتع بهذا الشيء اللي كدير، وكتحس بواحد القوه في شكل فاش كتشوف شي واحد قدامها كيموت. ومن بعد خرجات وخلاتها كتموت في دارها. وفي جهه اخرى عند ميرا اللي حلات البيسي ولقات ميساج من واحد سميتو ديفيد، دارت معاه ابل وقال ليها بلي حتى هو عنده ولده عندها نفس المرض ديال ماكس. وسولته كيفاش داير، قال ليها انه جاب ليه فرمليه وحس بلي الحاله ديالو تحسنت بزاف. هنا ميرا حست بالراحه حيت حتى هي دارت نفس القرار فاش جابت كوين. ولكن في الحقيقه هاد ديفيد كان غير خطه من عند كوين اللي كانت كدير هادشي كامل باش تخلي ميرا تثق فيها اكثر. والله غد ليهم هما كيفطروا حتى جات كارين اللي كانت جايبه معاها التصاميم لتود، ويلا بغات تفتحهم باش توريهم لتود حتى كبات عليه العصير وحيد هذاك السوميز اللي كان لابس باش يتغسل. وهنا كوين بقات كتشوف فيه وكان باين عليه كيعجبها وكتبغيه بزاف. ومن بعد مشات للبيت ديال الصابون وبقات كتشم في هذاك الشميز ديالو. هنا كارين وهي تقشحها وفهمات باللي معجبه به، ولكن سكتات وما قالت حتى شي حاجه لميرا. وفي الليل عاود هدر ديفيد مع ميرا وكان باغي يتقرب منها، وفجاه تقطع الخط. وفاش تقطع صدفة دخلت ديك الساعات كوين وسولاتها شكون هو هاد ديفيد، ولكن ميرا ما بغات تقول ليها والو. وبحال ميرا توترات شويه وكانت غادي دير واحد البرودوي ديال التنظيف في الماكله، ولكن كوين حبساتها وقلعتها قالت لها راكي كنتي غادي تسمينا لالا بحال اللي هي مولات الدار. ومن تما بدات كوين كتسرع الشك ما بين تود ومراته، وكتقول لي بلي كتهضر مع واحد الراجل اللي كان سميتو ديفيد، وقال ليها راني كنعرفو راه عاودت لي عليه
كانوا داخلين كاملين في واحد المجموعه على قبل المرض ديال ماكس، وما داهاش في الهضره ديالها دابا في الاول. وسول كوين على ميرا لا تكون عاودت ليها شي حاجه، قال لها ان هاد الايام مبقاتش عاجباه لحقاش ولات كتنعس في النهار وكتنوض بالليل، وهي اغتنمت الفرصه قالت لي كتنوض بالليل غير باش تهضر مع ديفيد وكتحاول تزرع الشك باش ما كان. من بعد دخلات ميرا اللي كانت كوين وجدات ليهم الفطور، ومن بعد مدات لميرا هذاك الكاس ديال اتاي اللي كتعطيها كل صباح. ومن بعد شويه ديال الوقت كارين عيطات لميرا وشكرتها على داك الورد اللي صيفطات ليها، ولكن ميرا ما كانت مصيفطه لها والو. ومن بعد عاد عرفات باللي كوين هي اللي صيفطت لها الورد بمناسبه عيد الميلاد ديالها. وهنايا كوين وميرا بقاو كيهضروا شويه. هنا كوين استغلت الفرصه وخرجت هذاك الوجه البريء ديالها وقالت ليها انت حالتك هاد الايام ما بقاتش كتعجب، اعطيني عينه من الدم ديالك باش نمشي ندير لك التحاليل ديال الدم ونشوفوا شنو عندك. وافقات ميرا على هاد الهضره هادي، وفي الليل عاود فاقت وهضرات مع ديفيد، ولكن هاد المره هادي الهضره ديالو كلها كانت مستفزه. وفي الصباح تود شافها ناعسه وفي يديها التليفون، وفهم باللي كانت كتهضر معاه الليل كله، وهذا الشيء غير ما خلاه يزيد يشك فيها اكثر ويتيق الهضره ديال كوين. من بعد جات كوين وجلست حدا ميرا، وهنايا شكراتها بزاف حيت مغليه في العائله ديالها فهاد الوقيته الصعيبه اللي كدوز منها. ما صحاباش هي السبب في هاد الشيء كامل، وقالت لها خدي عطله لحقاش من نهار جيتي وانت خدامه معانا. ولكن هنا كوين قالت لها انا كنحسبكم عائلتي وما كنحس حتى شي عذاب فاش كندير خدمتي. ومن بعد هما كيهضروا حتى وصل لميرا ميساج من ديفيد ويبر الحقيقي، وقال لها باللي راه شي واحد من تحت الشخصيه ديالو. وهنا ميرا بدات كتشك، وحتى كوين كانت باينه متوتره لحقاش اصلا هي ديفيد ويبر. ومن بعد مشات ميرا للخدمه وتلاقات مع صاحبتها وقالت لها بلي راني درت تحاليل وخرج لي كلشي مزيان. ولكن كارين كانت حاسه بلي شي حاجه ماشي هي هذيك، قالت لها عاودي التحاليل غير هاد المره ديرهم بعيد على كوين. وهما هكا كيهضروا حتى وصلها ميساج واحد اخر مع ديفيد ويبر اللي كيقول ليها ان ولده يقدر يكون حاليا في خطر وضروري ما خصهم يتلاقاو ويعاود ليها كلشي. وصاحبتها كارين قالت لها من الاحسن انك تلاقي معاه غير هما تلاقاو في شي بلاصه عامه، يعني بشي قهوه ولا شي بلاصه يكونوا فيها الناس باش ما تخاف من والو. وفي الليل عاودات ميرا هادشي لكوين لحقاش مازال ثقه فيها، وهادشي كامل داز على الودنين ديال تود وغير ما كيزيد الشك عنده، وصحابو باللي غادي تمشي تلاقى مع ويبر باش تخونو. ولا غد ليه تلاقى ديفيد مع ميرا، وهنا عاود ليها كلشي وغادي تكون صدمه بالنسبه ليها. قال ليها بلي انا ما عندي حتى شي علاقه بهاد ديفيد هذا اللي راكي كتهضري معاه، راه غير شي واحد من تحت شخصيتي. وزاد قال ليها بلي مراته ميته وما عندوش كاع الولاد. هنا ميرا تسالات وقالت لي زعما علاش انت بالضبط، وهنا بدا كيعاود ليها كيفاش عرف هذا الشيء. قال ليها بلي مراته كانت مريضه بالسرطان وكانت متبعه التريتمون ديالها وغاده مزيان وكتحس بالتحسن، ولكن في الاخر ماتت. ومن بعد شهر بديت كيقلب في التليفون ديالها حتى لقاها بلي كتهضر مع هذا الشخص هذا، هو اللي قنعها تحبس الدواء ديالها، وحتى الطبيب ديالها ما بقاتش كتمشي عنده حتى ماتت وكان ممكن تعالج. وكمل هضرته وقال ليها احتمال كبير انهم يكونوا نفس الشخص اللي راه كيهضر معاها دابا. هنا ميرا عقلها تبلوكا وتخلطوا عليها العرارم، وقالت ليه غادي تمشي دابا ومن بعد تفكر في هادشي اللي قال ليها. خرجات من تما هي وياه، وكان تود مراقبهم وشافهم بجوج وقال في خاطرو صافي هادي راه كتخونو 100% حيت دابا تيق عينيه. وفي جهه واحده اخرى كنشوفوا كارين اللي مشات للدار ديال ميرا باش توريها التصاميم، ومني بغات تدخل حبساتها كوين وقالت ليها تخلي التصاميم حتى تجي ميرا. ولكن كارين دخلت بالسيف عليها وقالت ليها بغيت نقولك غير واحد الحاجه، ميرا وتود راهم كيبغيو بعضياتهم بزاف وعايشين بخير مع ولدهم، وما غاديش نخليك تدخلي بحال السوسه بيناتهم وتفسدي هاد العائله الزوينه. هاد الهضره هادي استفزت كوين بزاف، وفاش كانت خارجه كارين هزات فاس كوين وضربتها راسها حتى سخفات، ومن بعد هزاتها لطوموبيلتها وتماك فين ضربات ليها واحد الابره ديال السم حتى قتلاتها. وفي نفس الوقت عيط ليها تود وهو معصب وقال ليها راه مراتي كتخونني. هي استغلت الفرصه وقالت لي غير تهدن دابا وسير لخدمتك، ومن بعد عاد تفكر مزيان شنو غادي دير. وفي الليل فاش دخلت كوين مع ماكس لقات ميرا كتوجد في العشاء
وتسناتها حتى خرجات من الكوزينه ومشات خدات هذاك الموس باش كانت كتقطع الخضره وشداتو بطريف ديال الثوب باش تبقى غير البصمات ديال ميرا. وقالت ليها غادي ندير بالنصيحه ديالك وغادي نخرج لهاد الليله هادي مع صحابي. عجباتها الفكره وقالت ليها سيري تفوجي مع راسك. ومن بعد كوين كانت الاتجاه ديالها هو الدار ديال ويبر، وهنا عرفناها باللي هي اللي كانت الفرمليه ديال مراتو قبل ما تموت. دخلت عنده قالت لي انا اللي لعبت بعقل ديال مراتك وخليتها تحبس الدواء حيت كانت ميته اللهم تموت بكري علاش تزيد طول كتر. هنا سيد تعصب وبغى يضربها ولكن هي خرجات الموز ديال ميرا وطعناتو في كرشو وخلاتو تما ومشات. ومن رجعت في الليل لقاتو الداخل هو سكران، شدات فيه حتى طلعاتو لبيتو بغات تقرب منه ولكن هو حبسها وما خلاهاش. وفي الصباح مشات عنده وقالت لي باللي انت اللي كنتي باغي تقرب مني، وحيت هو ما كانش عاقل شنو وقع قال ليها سمحي لي ما كنتش في الوعي ديالي. ومنين فقت ميرا من النعاس لقات كاس ديال اتاي فوق الطابله ولقات معاه ورقه من كوين. ومن بعد فاش حلات التليفون لقات بزاف ديال لي ميساج من ديفيد وانتبهت بلي كاينه واحد الكلمه كيعاودها ديما ونفس ديك الكلمه كانت كتقولها كوين في كل هضره كتقولها. وهنا بدات كتشك، واول حاجه شكات هي في الكاس ديال اتاي. مشات للكوزينه وخواتو وتماك فاش غادي تصدم فاش لقات الاثار ديال الدواء دايب. طلعت كتجري البيت ديال كوين وقلبات مزيان حتى لقات بزاف ديال الادويه المخدره. وهنا فهمات باللي كانت كتحط ليها المخدر في اتاي باش هي ديما عيانه وسخفانه وما كتقدش تنوض من النعاس. وفي ديك اللحظه سمعت الصوت ديال الطوموبيل كوين وخرجت تما كطير باش ما تحسسها بانها فهمات والو. ولقاتها جايه مع ولدها. كانت كوين مستغربه علاش ما لقاتهاش ناعسه وقالت ليها غادي نوجد لك اتي ديالك عاد غادي نوصل لماكس البلاصه فين كيدير الترويض. ومنين جابتو ضرات ميرا انها تشربو قدامها باش ما تبين ليها والو. ومن بعد قالت ليها غادي ندير ماكس العلاج الطبيعي وخرجت من تم. رجعات ميرا لبيتها ودارت فيديو سجلات فيه كلشي حتى المخدر اللي لقات باش يكون دليل الا مشات وقعت ليها شي حاجه. لبسات حوايجها وكانت خارجه وعيطات للتود وقالت ليه باللي كلشي من التخطيط ديال كوين واللي العائله ديالهم راها في خطر. ولكن قبل ما تخرج كانت رجعات هاد المره كوين بوحديتها. هنا كوين عرفات باللي ميرا عرفات كلشي فاش شافتها مازال صاحيه. يلا بغات ميرا تاخذ السوار ديال الطوموبيل حتى حبستها كوين وقالت ليها دابا غادي تمشي معايا فين غادي نقول لك لحقاش ولدك راني خاطفه وراه في خطر الا مشيتي درتيها ولا. هنا ميرا خافت بزاف على ولدها وسمعت ليها شنو كتقول. ركبوا في الطوموبيل ومشاو وفي الطريق سولاتها على ولدها قالت ليها ما تحتاجيش تسولي عليه حيت انا كنعتبره مع عائلتي هو وتود. وفي هذا الوقت وصل تود للدار وما لقى حتى شي واحد ولقى التليفون ديال ميرا ومنين فتحو شاف الفيديو اللي صورات ليه. وهنا عرف باللي ان هذه راه واحد البسيكوبات منها ما كان. اما كوين وميرا وصلوا لواحد الدار مهجوره وقالت ليها نقدر نقتل اي واحد غادي يوقف في طريقي بحال كارين وكلير وحتى ديفيد ويبر اللي كاملين هادو صفيتها ليهم. ميرا غير مازال تخلعتها هاد الهضره هادي ودخلت كتجري كتقلب على ولدها ولكن فاش دخلت ما لقات والو. هنا كوين قالت ليها راني غير كذبت عليك وماكس راه ما كاينش هنا لحقاش راه كاين حليب في العلاج ديالو وجبتك لهنا باش نتهنى منك حيتاش انتي ما تستاهليش تكوني انا اللي خصني نكون في بلاصتك ونعيش الحياه ديالك. هنا ميرا قالت ليها زعما درتي لي شي حاجه راه غادي تشدك البوليس ولكن قالت ليها راكي غير كتحلمي. كارين وكلير باينين منتحرين وانتي قتلتي ديفيد بالموس اللي فيه البصمات ديالك وحتى الدم ديالك موجود هنايا وزاد حتى السوار ديال الدار سرقت وغادي يبان بلي انتحرتي في الاخير وهذه هي الخطه ديالي باش ناخذ عائلتك. ميرا حاولت تهرب ولكن شداتها كوين وطيحاتها ولكن ميرا خدات مقراج ديال الحديد وضرباتها في راسها حتى طاحت وخرجات من تما كتجري وخدات الطوموبيل ديالها وهربات. ومن بعد جاو البوليس وشدوا كوين ومن مور مده رجعت عائله ميرا كتعيش في واحد السعاده بلا مشاكل وتهناهم هذيك البسيكوباطه اللي دخلت لحياتهم. وهنا سالي الفيلم ديالنا. كنتمنى الملخص يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك ونتلاقاو في ملخص جديد. بسلام عليكم.